بنرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. حديث حول إنترنت الأشياء في مجال السيارات، طبعا خطوة ونقلة نوعية مهمة. لو بنتكلم على تعزيز للتحول الرقمي، بنتكلم على نقلة كبيرة في مجال أصلا النقل الذكي أيضا. ده بيأتي أيضا ضمن استراتيجية مصر الرقمية. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقع مع إحدى الشركات العالمية في مجال السيارات يعني اتفاقية أو يعني إذانا ببدء تطبيق يعني إنترنت الأشياء للسيارات في مصر. حوالين هذا الموضوع وأيضا حوالين مستجدات سوق السيارات في ظل طبعا التطورات الجارية والتصعيد العسكري في المنطقة، انعكاس ده أيضا على أسعار السيارات. كل هذه الموضوعات هنتابعها النهاردة في فقرتنا مع ضيفنا اللي مشرفنا الأستاذ ياسر سعيد الخبير في مجال السيارات. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. بنرحب بحضرتك، أهلا بيك. شكرا جزيلا وبرحب بالسادة المشاهدين. بداية إيه تعريف إنترنت الأشياء؟ بص حضرتك، التكنولوجيا النهاردة بقت في كل الأجهزة وكل الحياة اليومية بتاعتنا، بداية من أصغر حاجة لأكبر حاجة بنشوفها. إنترنت الأشياء ده بيربط العربية بالموبايل، بالابليكيشن السمارت، بكل حاجة تخص العربية. حتى حضرتك ممكن تعمل تشغيل للأجهزة بتاعتك في البيت من خلال ابليكيشن سمارت عن طريق الإنترنت. ممكن تفتح التكييف تقفله لو نسيته، يعني كل ده متاح. بالإضافة لاستخدام إنترنت الأشياء في تكنولوجيا السيارات، ده مهم جدا وبقى واضح في كل الشركات تقريبا مع التطور الطبيعي للتكنولوجيا اللي بتخش صناعة السيارات. فبالتالي ده بقى شيء مهم جدا في الحياة اليومية. حضرتك تقدر تتحكم في العربية بالكامل من خلال ابليكيشن، تفتح العربية، تشغل تكييف، تفتح إزاز، تعمل أي حاجة. بالإضافة أنه هو بيتابع حركة العربية على الطرق وبيحدد اللوكيشن. ده بيحدد كمان لحضرتك كل حاجة تخص العربية، سواء في الصيانة أو مواعيد الصيانة أو في حاجة هتحصل فحضرتك كمستخدم تقدر تتلافاها. بالإضافة أنه هو أمان ليك أنت كمستخدم. الابليكيشن بيقدر يتواصل مع كل الفيتشرز اللي في العربية وبيقول لك هتعمل ايه ومسبقا. بالاضافه ان هو بيصور كل المستجدات على الطريق. فدي حاجات مهمه جدا للمستخدم، بتريحه، بتأمنه، لانها فيها استخدام لكل وسائل الامان بتاعه العربيه. ان هو بيشوف كل الرادارات بتاعة العربية، بتشوف الطريق وبتشوف كل العربيات وكل الأجسام اللي ماشية حوالين العربية. فبيقدر يحدد ليك كمستخدم أو كسائق للعربية، بيحدد ليك إزاي تتعامل مع الأشياء دي. طيب ده احنا هنا بنتكلم على العربيات اللي بتتوافق أو يمكن تطبيق يعني التكنولوجيا دي عليها، صح كده؟ مش كل أنواع العربيات طبعا هتبقى عندها الإمكانية دي. لو حضرتك برضو تدينا فكرة إيه العربيات اللي يمكن يتوافق معاها ده، بخلاف أيضا إنه التقنية دي موجودة في بعض العربيات اوريدي، موجودة في التصنيع بتاعها أو في الإنتاج بتاعها، بتبقى نازلة بالمواصفات دي بالظبط. فاحنا هنا بنتكلم على ابلكيشن هيتيح الخدمات دي للعربيات اللي ما فيهاش الخدمة دي، ولا ايه بالظبط عشان برضو تبقى الصورة اوضح بالنسبة لنا؟ بص حضرتك، هي مش متوقفة على عربيات بعينها، لكن هي تكنولوجيا مفتوحة لكل الماركات، سواء ماركة غالية أو ماركة رخيصة أو ماركة متوسطة. فلأنها يعني مش مكلفة كتير. أي حد عنده عربية يقدر يستخدمها عادي. احنا حضرتك بتلاقي دلوقتي بعض الأجهزة ممكن يبقى يعني متوصلة بالإنترنت، بتحدد لوكيشن العربية، تحدد لا قدر الله لو العربية اتسرقت يقول لك العربية مكانها فين، وممكن يعمل لوك للإنجن ما يشتغلش تاني. انت بتقدر تتحكم من خلال الابليكيشن بتاع الجهاز، توقف العربية، تعرف الرود بتاعها رايح ازاي وجاي ازاي. فده تكنولوجي مش غالية قوي، لكن طبعا الفيتشرز في العربيات الغالية او العربيات البريميوم بيحط بقى كل الفيتشرز بتاعت العربية، انت كمستخدم تقدر تستفيد بيها تماما يعني. طيب يعني احنا بنتكلم على الخدمة دي او التقنية دي متاحة لكل انواع العربيات؟ كل انواع السيارات. كل انواع السيارات بدأ بالفعل تطبيقها يعني. وبدأ بالفعل من فترة. يعني حضرتك
يعني كان في اجهزه بتتركب على السيارات لمنع السرقه، وبيحدد اللوكيشن بتاعها، وزي ما قلت لحضرتك وبيحدد السرعه كمان. بعض شركات السياحه بتستخدم الاجهزه دي، بتحطها في العربيات بتاعتها عشان تحدد السرعه. ده برضو من ضمن انترنت الاشياء. اعتقد ده كمان ممكن يبقى مفيد لشركات النقل اللي موجوده النهارده، هيساعدها في اغلب شركات النقل الذكي بتستخدم ده. يعني بتقدر تعرف، يعني حضرتك كل شركات النقل الذكي بتبقى من خلال الابليكيشن بتتابع الرود بتاع العربيه والسواق، توقف امتى وتحرك امتى، كل ده بيبقى متاح يعني. طيب لو انتقلنا قليلا كده بعيدا عن انترنت الاشياء فيما يخص السيارات، وتحدثنا عن سوق السيارات بشكل عام عالميا ومحليا، يعني من خلال متابعة حضرتك الموقف الحالي في ضوء التطورات او التصعيد العسكري اللي موجود في المنطقة. والله بص، هو طبعا اي توتر في منطقة الشرق الاوسط بيأثر على سعر البترول، لان منطقة الشرق الاوسط منطقة مهمة جدا في إنتاج البترول للعالم كله، مش لمنطقة الشرق الأوسط بس. فبالتالي زيادة السعر بتكون رد فعل لأي تحركات عسكرية أو جيوسياسية في المنطقة. وطبعا شفنا البترول زاد، مجرد ما البترول بيزيد بيأثر طبعا على أسعار كل حاجة، لأنه عامل أساسي ورئيسي في النقل. احنا في مصر هنتأثر، بس مش المفروض نتأثر في التو واللحظة. في 5 عوامل رئيسية بتحدد زيادة أسعار السيارات. أولها سعر البترول، لأن ده عامل رئيسي في التصنيع، وطبعا بيزود تكلفة. طالما البترول زاد فتكلفة التصنيع بتزيد. الحاجة التانية تكلفة الشحن والنقل، وده مهم جدا لأن شركات الشحن بترفع التكلفة بناء على زيادة سعر البترول وبناء على المخاطر، فبتزود بالتالي قيمة التأمين. بعد كده بنيجي سلاسل الإمداد. يعني سلاسل الإمداد دي مهمة جدا، لأن دي كل الأجزاء اللي بتخش في تصنيع العربية. لو سلاسل الإمداد توقفت هيحصل دروب في التصنيع، وهيحصل خلل في الكميات اللي بتطلع من المصنع، وبالتالي هتأثر على المعروض. خدت بال حضرتك؟ رابع حاجة، يعني قلة المعروض زي ما احنا عارفين بيزود الطلب وبيرفع الأسعار. وده بيحصل طبعا في الأسواق لما بتتأثر المصانع وبتقلل الطلب، بتقلل الإنتاج، فالطلب بيزيد وبالتالي الأسعار بتزيد. خامس حاجة الدولار. لو الدولار ارتفع فبالتالي تكلفة العربية هتزيد، لأن احنا كل عربياتنا بنستوردها بالدولار. مش كل العربيات بنستوردها، احنا حضرتك بتتكلم على مكونات بيتم استيرادها يعني. المكونات لا، أنا بتكلم على العربيات المستوردة هتزيد بالأرقام. كذلك العربيات المجمعة محليا طبعا هتزيد بس بنسب أقل، لأن احنا برضو في نسب مكون بينتج هنا في مصر بيزيد شوية، بس مش بزيادة العربية اللي جاية من الخارج بالكامل. طيب يعني احنا بنتكلم يعني حتى لو في زيادة حاصلة فهي زيادة مؤقتة مرتبطة بالتوترات الجارية. بالزبط. لكن احنا لو رحنا لسوق السيارات بشكل عام، احنا شهدنا في الربع الأخير أو يعني بدايات كمان العام الجاري انخفاضات كبيرة في سوق السيارات، سواء يعني في عملية السيارات الجديدة أو المستعملة أيضا. السوق بدأ يتعافى بقاله 9 شهور تقريبا. المنافسة زادت، الشركات عندها توكيلات دخلت كمان كتير في مصر الفترة اللي فاتت، فكله بيتنافس على رضاء العميل وكسب ود العميل. واحنا يعني استبشرنا خير لما الدنيا اتظبطت وكل الشركات بتعمل عروض وبتنزل اسعار للمنافسة، وده طبعا في صالح العميل المصري. العميل المصري يهمه ان هو ياخد قيمة مقابل سعر. بس اللي حاصل في الوقت الحالي ان بعض الشركات والتوكيلات وقفت تسليمات، والبعض لسه ما وقفش اي حاجه يعني. وده خلق زيادات سعريه واوفر برايس في السوق على بعض الموديلات. والتجار طبعا يعني
تحوطوا وحطوا اسعار اوفر برايس على بقى هو المفروض الاسعار دي ما تزيدش، لان احنا لسه يعني ما جالناش شحنات بعد التغيرات الجديده اللي حصلت في المنطقه، فالمفروض ما تلحقش تسمع بسرعه كده. لكن هنا في مصر كل حاجه بتسمع بسرعه بصراحه للاسف يعني. لكن حضرتك تقصد ان المدى الزمني احنا بنتكلم فيه 12 يوم من الحرب، اكيد ما اثرتش ولا سمعت على المخزون هو الموجود في المخزون مصر او الانتاج او مفيش حاجه التصنيع جديده او لحقت غيره. تيجي يعني. يعني هنفترض حضرتك مركب اتحركت في البحر يوم بدايه الحرب، ما لحقتش توصل، وحتى لما اتحركت كانت بالاسعار القديمه. خدت بال حضرتك؟ طبعا يعني الزيادات بتبقى سريعه، احنا ما بنصدق ان السوق يتعافى، لكن للاسف يعني الظروف الحاليه ما ساعدتش. ان شاء الله يعني ان الفتره ما تطولش يعني، وانه ما يبقاش فيه اي زيادات يعني في الاسعار، ونرجع تاني للانخفاضات اللي احنا كنا شايفينها او التراجعات في سوق السيارات. حقيقي. النصيحه ايضا اللي حضرتك توجهها النهارده للمستهلكين او اللي عايز يشتري عربيه، يقتني عربيه سواء جديده او مستعمله، يتعامل ازاي؟ اول حاجه ما تشتريش عربيه الا اذا كنت فعلا محتاجها ضروري. يعني لو عندك عربيه والعربيه دي تمام بتوفي الغرض بتاعك بتلبي احتياجاتك، يعني خليك مستمر معاها. مفيش داعي تروح تشتري عربيه دلوقتي بالغالي والسوق لسه يعني مش واضح اسعاره بالوضع اللي احنا شايفينه. تاني حاجه ما تشتريش بالاوفر برايس. معنى ان انت تشتري بالاوفر برايس يعني انت بتساعد التاجر ان هو يطلب اوفر برايس كمان، فحضرتك وغيرك 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 بيساعد على خلق الحالة دي وبيأكد عليها. لما حضرتك تقاطع وكل الناس تقاطع الاوفر برايس، السوق هيرجع يتعافى تاني ويرجع لطبعه. يعني حضرتك الاسعار الرسمية ما زادتش، لكن اللي زاد الاوفر برايس. فده يعني العميل اللي بيساعد على زيادة الظاهرة دي بصراحة. طيب احنا على مدار السنين الأخيرة وخصوصا يعني في الفترات السابقة يعني أو يعني حديثا شفنا تطور كبير في سوق السيارات، شفنا ماركات جديدة بتنزل السوق المصري، شفنا توطين أكبر للصناعة، شفنا زيادة في نسبة المكون المحلي يعني والصناعات المغذية للسيارات. لو حضرتك تكلمنا على الصورة فيما يخص الصناعة هنا في ظل التطور الأخير يعني. والفترة الأخيرة في مصانع كتير محلية نزلت موديلات كتير، وده بيساعد على الاستدامة وتوطين الصناعة، وده مهم جدا ان احنا النهاردة يعني ناخد ماركت شير كبير في المنطقة، وما يبقاش للسوق المحلي بس، يبقى للتصدير كمان. وده بيساعد على يعني على الاستدامة، وبيشجع شركات كبيرة انها تخش السوق المصري، لان السوق المصري سوق واعد جدا سواء للاستخدام المحلي او للتصدير. فبتكون انطلاقة للشركات دي من خلال التواجد في مصر. شركات كبيرة بتفكر انها تخش مصر، وفي شركات اوريدي موجودة، وده بيخدم الانتاج المحلي طبعا، بيوفر عملة، بيوفر عمالة، بيوفر فرص استثمارية كبيرة جدا. فده مهم جدا ان احنا ندعم الصناعة المحلية والانتاج المحلي، كمان بيتطور وبيزيد خبرة على مدار سنين. طيب لو هنتكلم هنا برضو على النصيحة اللي حضرتك توجهها للسادة المشاهدين أو أصحاب السيارات يعني في عملية ترشيد الاستهلاك، واحنا بنتكلم هنا النهاردة على ان احنا يبقى عندنا ترشيد في استهلاك الوقود، بيبقى عندنا ازاي نحافظ على عربيتنا وعلى صيانتها بشكل دوري علشان كفاءتها أيضا في السير على الطرق. النصيحة اللي حضرتك توجهها النهاردة في عملية الترشيد وأيضا في الصيانة. والله الترشيد بيبقى من الشخص نفسه، ان هو بيحاول بقدر الامكان يعني يلم مشاويره بطريقة مختصرة. خدت بال حضرتك؟ ما يبقاش فيها يعني زي ما بنقول مشوار يمين ومشوار شمال. لا، حدد مشاويرك كلها في اريا واحدة، بحيث ان انت توفر على نفسك استخدام البنزين بزيادة، وتوفر على الدولة كمان ان هي تدعم بنزين
المستهلك بزيادة. بالنسبة للسؤال الثاني الصيانة، احنا بنتكلم على الصيانة عشان نحافظ على كفاءة العربية يعني. الصيانة الدورية دي مهمة جدا، يعني حضرتك أكل وشرب، يعني دي صيانة مهمة عشان العربية ما تقعش منك. لازم حضرتك تواكب العربية لأنها آلة زي أي آلة بتحتاج صيانة بصفة دورية، ولازم تكون أنت ماشي على كتيب الصيانة بالظبط، بحيث أن أنت تتلافى أي أعطال وأي مضاعفات تحصل لك في العربية. والحاجة اللي هتعملها النهاردة ب100 جنيه بعد كده هتعملها ب10,000. فحضرتك كل ما خدت من بدري احتياطاتك وصينت العربية كويس، كل ما انت تلافيت اي مشاكل كبيرة ممكن تجيلك قدام. ده مهم جدا ان انت تحافظ على الكلام ده، لان هيحميك وهيوفر على جيبك كتير. نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذ ياسر سعيد الخبير في مجال السيارات. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا للسادة المشاهدين. مشاهدينا الكرام، لسه فقراتنا مستمرة معكم. بعد الفاصل حديث حول تجارة الترانزيت. ضيفنا اللي مشرفنا الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل. تابعونا بعد الفاصل.